نستقبله أيوة. بالإسراف في الأكل والتبذير لأننا نخاف من الصيام. ليس هناك علة أخرى. للأسف الشديد كثير من الناس يرى أن الصيام والامتناع عن الأكل والشرب في نهار رمضان يراه شيء من العقوبة، يراه شيء من الأعمال التي لا يطيقها، وهذا كله من وساوس الشيطان. فسبحان الله يعني، وللأسف الشديد ظاهرة استفحلت في المجتمع. أنا أتكلم عن مجتمعنا. ظاهرة التبذير والإسراف في رمضان ظاهرة كبيرة جدا جدا جدا. واليوم مثلا تكلم مع إخواننا مثلا تاع حماية المستهلك أو مثلا نسبة المبيعات في رمضان، يعني أرقام رهيبة جدا. مثلا ما نستهلكه في رمضان كشعب في كل مجالات الأكل الطعام، سواء الخبز ولا مثلا الخضر ولا فواكه ولا كذا، 5 أضعاف ما نستهلكه في غيره من الأشهر. عجيب. والأعجب من هذا أنه نهار كامل وإحنا صايمين ما ناكلوش. وكأن الإسراف والتبذير في الأكل في رمضان انتقام من الصوم. سبحان الله، كأنه في صراع مع الصوم، كأنه في حرب معه. نعم. فهذا هو الشاهد. فنحن الآن لابد أن هذه السلوكات نوجهها. الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ كلوا واشربوا. شوف الله عز وجل في سورة الأعراف: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. لماذا أخي الكريم؟ كاين الناس مثلا في سائر أيامه يشري نقولوا 6 خبزات في النهار، في رمضان يشري 15 خبزة، وهذه الناس يعرفوها. كي يفطر مع وقت الفاطور يكمل، وبعد يشوف هذاك الاكل اللي بقى وكذا، يقول لك سبحان الله هذا كامل انا شريته. ايه انت شريته؟ عباك واش يصرى لهم في وسط النهار؟ نعم. غيبوبه، يكون كانه في حاله غيبوبه. وهذا الان اليوم الناس يقول لك احنا نعرفوا هذا الشيخ، هذا الامر شيخ، لكن ما هو العلاج وما هو السبب؟ نقول لك السبب هذا اولا عدم اعتياد الناس على الصوم. كثير من إخواننا ما يصومش، يصوم غير في رمضان فقط، ثم يشوف رمضان غول، يعتاد ما اعتاد على الصيام. خاطر سبحان الله أكثر من تجدهم بهذه الحالة وعلى هذه الظاهرة، ظاهرة التبذير والإسراف، تجده لا يصوم. علاش الذي يصوم؟ الصيام عنده أمر عادي. مثلا يعتاد يصوم الاثنين والخميس، الأيام البيض مثلا، يصوم أيام من شعبان، يصوم عرفة، عاشوراء، تاسوعاء. هاد الناس عنده اعتاد الصوم، فكيجي رمضان شيء عادي بالنسبه له، ياكل كيما ياكل في النهار. كاين الناس لا ما يصومش، جريمه. مثلا دوك انت في سائر الايام مثلا تفطر عدس مثلا، روح تشوف انت في رمضان دير له العدس، يقيم الدنيا ولا يقعدها. صح. كيف الصايم ودير العدس؟ يا المشكل اين هو الاشكال؟ عباك انت علاش تشوف العدس جريمه في رمضان؟ راك تشوفه جريمه في رمضان، خاطر انت ماشي مالف تصوم. خاطر كان ما تصوم في سائر الايام تاكل واش ياكلوا ولادك في الدار. اكيد. فهم كيف؟ وزيد ما تصومش من اجل بطنك. احنا اللي يصوم من اجل بطنه بين يشري 20 نوع تاع الزيتون هذا وشلايض تعرف كلش، ومن بعد يا ربي ياكل ثلث ذلك الطعام. واين الباقي؟ اين؟ الى القمامه. القمامه ما كانش يقول لك القمامه. فوق ذلك المشكل انه مثلا شرى اليوم بزاف ودا ما يقبلش ياكل هذيك الماكله غدا، يقول اسمع ناكل البيت وانا صايم. غير كلمه انا صايم، ناكل العدس وانا صايم، ناكل البيت وانا صايم. اذا نشري حاجه صغيره. طيب شيخنا، كيف حذرنا الاسلام من ظاهره الاسراف والتبذير؟ شوف نعطيكم فائده. هناك فرق بين الاسراف والتبذير. الله عز وجل قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال: انه لا يحب المسرفين، وقال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا وعيد شديد جدا. لكن عندنا فرق بين الإسراف والتبذير. التبذير وصف صاحبه بأنه أخ للشيطان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لما؟ قال أهل العلم: علاش وصف المبذر بأنه أخ للشيطان؟ قال لك: لأن المبذر لم يشكر نعم الله. أنت عندك قدرة تشري وشري باش ترميه، هذيك نعم ربي، هذاك مال ربي عطاه لك، انت استعملته باش ما ترماه. صح. ومن هذه طريقته ابليس.
علاش؟ لأنه إبليس علاش كفر النعمة التي كان فيها، ألا هو العيش في الملأ الأعلى مع الملائكة. كان في نعمة عظيمة، لم يحمد تلك النعمة فاعترض على الله في خلق آدم فطرده الله. المبذر كذلك، راهو في نعمة، عنده المال، عنده قدرة باش يشري، استعملها في أشياء يشريها ومن بعد يرميها، فشابه فعله فعل إبليس. لهذا قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. لكن الإسراف لا. إذا نشرح نعطيكم فائدة، الفرق بين الإسراف والتبذير. الإسراف قالوا هو صرف الشيء فيما ينبغي، تشري حاجة تحقها، صرف الشيء فيما ينبغي زيادة على ما ينبغي، بصح شريت بزيادة، هذا إسراف. نعم. صرف الشيء فيما ينبغي زيادة على ما ينبغي. لكن التبذير شنو هو؟ صرف الشيء فيما لا ينبغي، دراهمك راحوا في حاجة ما تحتاجهاش هكذا. هذا هو الفرق بينهم. إذا هكذا حذر الإسلام في القرآن ولا في السنة من التبذير، وصف المبذر أنه أخ للشيطان لأنه جحد نعمة الله ولم يستعملها فيما ترضي الله عز وجل. حتى اليوم شيخنا ظاهرة الإسراف والتبذير ليست مقتصرة فقط على الأغنياء، إنما شملت حتى الفقراء. تجده يتكلف في شراء يعني كثير من أنواع الطعام. نعم. وهذه الظاهرة كما قلت عامة المجتمع. علاش احنا ذكرناها كسلوكيات سلبية في شهر رمضان؟ عامة الأمر كما قلت لم يقتصر الآن، لم يعد الأمر يقتصر على الأغنياء، الفقير. وهذه اللي يسموها المعاندة. المعاندة يجي يحكي أنا واش درت في السهرة، واش كليت لازم دوزيام بلا تروازيام بلا، ولا المشكل ما تقدرش. والمشكل هذا الإسراف هذا كما قلنا حنايا عم الفقراء والأغنياء. على شفت الإنسان عندما يكون الوازع الديني فيه يكون الوازع ضعيفا. سبحان الله، أنا نقلدك في قيام الليل، نقلدك شحال قريت من القرآن، شحال من حزب ختم، ماشي في الأكل والشرب. كلنا ناكل ونشرب، وكش واحد مات بالشر. البهائم تاكل وتشرب. علاش؟ رزقنا في السماء، ناكلوا، ما تخافوش ناكلوا يا خوتنا، رانا ناكلوا نقعدوا ناكلوا حتى نموتوا. صح. سبحان الله، الإنسان يفكر بهذا المنطلق. والطامة الكبرى يعني يحكي لي أحد الممرضين هنا في العاصمة، نعم، قال لي شيخ 3 أيام الأولين تاع رمضان، قال لي ما نلحقوش في الاستعجالات في ليزيرجونس، ما نلحقوش. قال لي بعد الفطورة قال لي يجونا العجب الناس كلا عباك خلعها، خلع المائدة تاعو خلعها، يصوم 16 ساعة ياكل قيس أسبوع ومن بعد ويجي خلاص المائدة ما تستوعبش هذاك الكمية الهائلة من الطعام. قال لي والله غير 3 أيام الأولين تاع رمضان بعد المغرب بنص ساعة، قال لي ليزيرجونس ما قال لي تكذب، مغلوقة يصوم نهار ياكل قيس أسبوع. لا يا أخي. صح. شيخ